أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح، القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. كل لاعب ممكن يكون عنده مهارات، بس اللي يفرق بجد هو اللي يعرف يتحكم في الكورة في المساحات الضيقة، اللي أول ما الكورة توصله لمسته الأولى تبقى صح. اللمسة الأولى دي هي اللي بتحدد كل حاجة بعد كده. هتعرف تستلم وتلف، هتضيع الكورة، هتفتح مساحة. كل ده بيتحدد من أول لمسة. لو ركزت في اللاعبين الكبار زي مودريتش أو دي بروين أو بوسكيتس، هتلاقيهم دايما جاهزين يستلموا الكورة، مش بيستنوا الكورة تيجي، هم اللي بيجهزوا نفسهم قبلها. بيفتحوا جسمهم صح، بيرفعوا راسهم قبل الاستلام، عارفين المنافس فين وزميله فين. ده مش صدفة، دي عادة، تدريب وتركيز. علشان تتحكم كويس في المساحات الضيقة لازم تشتغل على 3 حاجات. أولا، اللمسة الأولى، دايما خليك خفيف على رجلك، استلم الكورة بباطن أو مشط القدم حسب الاتجاه اللي عايز تروح له. تاني حاجة، الرؤية، قبل ما توصلك الكورة بص حواليك مرتين على الأقل، لازم تكون عارف اللي حواليك كويس. تالتا، الثقة، متخافش من الضغط. لو انت واثق من لمستك الكرة هتفضل معاك. اعمل تمارين بسيطة يوميا، استلام وتسليم بسرعة، لمس الكرة مرتين في مساحة صغيرة، استخدم الحيطان أو الكونز. حتى في البيت ممكن تطور نفسك. فاكر دايما ان التحكم مش انك تمسك الكرة كتير، التحكم الحقيقي انك تلمسها لمسة واحدة وتعدي الموقف كله. السر في أول لمسة يا بطل، اتمرن عليها كل يوم، ومع الوقت هتحس انك بقيت لاعب تاني خالص. ودلوقتي يلا بينا نتفرج مع بعض على المتعة في الملاعب. المتعة هنا في اللمسة والباص السريع. جاهزين؟
وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة والعاب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لأصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.